تعبتِ من الستريبس اللي بيطرى معاكِ أول ما بينزل في الزيت، ونفسِك تعملي ستريبس الدجاج المقرمش بتاع المطاعم، وتتبيل الدجاج جوسي وطري من جوّه زي الفل. النهارده في الفيديو ده هاقول لِك على سر خلطة الستريبس المقرمش، وإزاي تعملي أطعم ستريبس دجاج مقرمش في البيت، بطريقة عمل الستريبس المقرمش زي المحلات، بخطوات سهلة وبسيطة. والأكتر من كده هاعمل معاكِ صوص الرانش الرهيب الأصلي، اللي بيخلّي الطعم في حتّة تانية خالص. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. يالّا جهّزي ورقة وقلم معايا، وتعالوا نشوف أحلى طريقة ستريبس الدجاج المقرمش مع صوص الرانش الخطير خطوة بخطوة. يالّا بينا. عندِك صدرين فرخة كده، امسكيهم واغسليهم كويس ونقعيهم في مَيّة وملح وليمون، وبعد كده قطّعيهم بالطريقة دي. شايفين مقطّعاهم شرايح متوسطة كده بالطريقة دي. شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ وأهم حاجة تنشّفيها. معانا بولة كده ومعايا بصلتين مسكتهم بشرتهم كويس جدًا، وبعد كده عصرتهم من المَيّة بعد ما رشيت عليهم ملح. هانزل عليهم دلوقتي بمعلقتين 3 زبادي، ومعايا التوابل معلقة بابريكا، ومعلقة توم باودر، ومعلقة مرقة دجاج، ومعايا نُص معلقة زعتر، ونُص معلقة كاري، ونُص معلقة بهارات، ومعايا دلوقتي رشة حبهان باودر، ومعايا دلوقتي رشة قرفة. وهانزل بالتوابل الخطيرة دي اللي هتدينا طعم في منتهى الروعة، هتبقى مميزة جدًا معانا. ننزل بيها كده ونبتدي نقلب كويس جدًا يا جماعة. نسيت أقول لكم كمان في نُص معلقة كمون. قلبي بقى بالطريقة دي. شايفين يا جماعة لونه عامل إزاي؟ تخيلي طعمه بقى هيبقى عامل إزاي. هننزل دلوقتي بالستريبس الخطير ده، ولازم تكوني منشفاه كويس عشان يشيل معاكِ من التتبيلة دي ويشرب معاكِ ويديكِ نتيجة في منتهى الجمال. انزلي بيه كده كله، وابدأي دلكيه كده، اعملي له تدليك وقلبيه بالطريقة دي. شايفين شكله عامل إزاي؟ هتطلعيه أحلى بكتير جدًا من المحلات، وهتديكِ نتيجة في منتهى الروعة، في الطعم وفي الشكل، وحاجة في منتهى الجمال. قلبيه بقى بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ بعد ما قلبناه بالطريقة دي تقدري تقليه بالطريقة ديّة على طول، بس لازم تسيبيه يا جماعة على الأقل ساعتين، هيديكِ نتيجة في منتهى الجمال. بس دلوقتي طبعًا هنغطيه وهنسيبه ليلة كاملة في التلاجة عشان يديكِ نتيجة في منتهى الروعة. هندخله التلاجة وارجع لكم تاني نشوف هنعمل إيه مع بعض. معانا بقى 3 كوبايات دقيق، حطيهم في صينية واسعة كده، وهانزل عليهم دلوقتي بمعلقة صغيرة بيكنج باودر ممسوحة يا جماعة، ما تكونش كبيرة، وهانزل عليهم دلوقتي بمعلقة كبيرة نشا. يلا ننزل بالتوابل. معايا معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره مرقه دجاج، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه بابريكا صغيره، نص معلقه كاري. لازم نتبل الدقيق يا جماعه عشان يديكي نتيجه في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي. معانا ميه متلجه لازم تكون متلجه، ومعانا الدقيق، ومعانا الاستريبس اللي احنا طلعناه من التلاجه. هناخد قطعه من الاستريبس كده وننزل في الدقيق بالراحه كده يا جماعه. شايفين الصينيه؟ مش هتخلي كده الدقيق بحتر حواليكي، لا هيبقى ملموم معانا، ولا تبهدلي الرخامه ولا حاجه. ننزل بقى كده في الميه المتلجه، وننزل تاني في الدقيق. شايفين يا جماعه؟ واحده واحده كده هتطلعي النتيجه في منتهى الجمال. تبداي تقلبي بقى قطعه الاستريبس كده كذا مره عشان تشيل معاكي وتديكي الخرفشه الخطيره. ودي خطوه مهمه، لازم كده بالطريقه دي. شايفين يا جماعه كذا مره ازاي؟ بعد كده تنفضيها نفضه خفيفه. شايفين؟ اداكي بقى التدرجات كده اللي بتشوفيها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ترصي بقى جنبك كده في طبق. هو ده اللي بتشتريه من بره غالي يا جماعه. واحده واحده كده اهو، وزي ما اتفقنا خلي حجم الاستريبسيه زي ما انت عاوزه، عاوزاها تخينه شويه متوسطه شويه زي ما انت عاوزه. ننزل بقى في الدقيق كده، وننزل في الميه المتلجه، وننزل تاني على الدقيق، ونبتدي بايدينا كده نعمل بقى ايه التجزعات اللي بتشوفوها دي. بس لازم الخطوه دي. شايفين بلفها كم مره دي؟ ودي خطوه مهمه اهي، لحد ما تشيل معاكي دقيق. واول ما تنفضيها هتديكي الايه التجزعات اللي بتشوفيها في المحلات. واحده واحده كده اهوت يا جماعه. شايفين؟ اعملي تاني كذا مره، يجي 10 مرات كده 15 مره زي ما انت عاوزه. وانفضي بقى وانزلي في الميه تاني، وتبداي تنزلي تاني. لو حبيتي تعمليها مرتين ثلاثه مفيش مشكله. ايه خطيره يا جماعه وكلها مغذيه. قلبي بقى بالطريقه دي. وحته ان احنا تبلنا الدقيق دي هتديكي طعم في منتهى الجمال، نفس اللي بتجيبيه من بره بالظبط. ايه انفضيها بالطريقه دي. شايفين شكلها يا جماعه؟ خطيره. نعمل واحده تانية. تحطيها في الدقيق الاول بالراحه كده، وتروحي نازله على طول. بعد ما تشيليها دقيق تنزلي على طول في الميه المتلجه، وبعد كده تنزلي في الدقيق، وتبداي ايه واحده واحده كده. قلنا يجي 10 مرات. شايفين الكميه اللي عملناها؟ ما شاء الله، من صدرين فرخه هتعملي كميه كبيره جدا. هنسيبه بقى شويه كده في التلاجة او في الفريزر 10 دقايق. رفعنا الزيت على النار، ولازم تكون الطاسه يا جماعه مليانه زيت، يعني لازم تكون مغطيه الستريبس بالطريقه دي. طبعا ده زيت غزير، وناره عاليه يا جماعه. في الاول تخلي النار عاليه، ودي خطوه مهمه جدا.
عشان ما يفكش معاكي. النار عاليه، وبعد كده تهدي النار عليها تخليها نار متوسطه بالطريقه دي. شايفين عمره ما يفك معاكي وهيديكي نتيجه في منتهى الروعه. شايفين لونها عامل ازاي؟ بس اوعي تقلبي إلا لما تحسي ان من تحت خد لون واحمر معاكي. شايفين شكله عامل ازاي؟ خطير يا جماعه، ومقرمش معانا وطعمه في منتهى الروعه. ريحته جايه باخر الشارع بالتتبيله اللي احنا عاملينها. خطير يا جماعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نطلعه بقى دلوقتي على ورق مناديل مطبخ معانا، وتبداي ترصي عليه بالطريقه دي عشان يصفي الزيت، وبعد كده تنقليه في طبق التقديم. اهو. واحده واحده اعمليها في بيتك واقعدي تشتريه من بره. كل حاجه بتعمليها سهله. شوفي بتشتريه من بره غاليه ازاي وما تضمنيش الفراخ. يلا نرص الرصه التانيه بالطريقه دي يا جماعه. وزي ما اتفقنا تعملي كل حاجه في البيت، ما تشتريهاش من بره. يلا هخلص الكميه كده كلها وارجع لكم تاني. يلا نعمل صوص الرانش الخطير. معانا بوله، وهنزل فيها دلوقتي بنص علبه زبادي بالطريقه دي، وهننزل عليهم بنص كوبايه مايونيز. انا عاملاه في البيت يا جماعه. لو عايزين الطريقه قولوا لي وانا هنزلها لكم. وهنزل عليهم بثلاث معالق لبن حليب، وهنزل عليهم بعصير ليمونه كامله. وننزل بقى بالتوابل الخطيره. معانا نص معلقه ملح صغيره، ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه توم باودر، ومعانا دلوقتي معلقه شبت كبيره، ومعانا معلقه بقدونس كبيره. هنزل بيهم كده ونبتدي نقلب بقى. خلاص خلص معانا صوص الرانش الخطير، وطعمه خطير وفي منتهى الروعه. اعمليه جنب اي مقليات، جنب اي مشاوي. خطير يا جماعه، وطعمه في منتهى الروعه. احسن ما تشتريه من بره برده باسعار غاليه جدا. قلبيه بقى بالطريقه دي. شايفين شكله عامل ازاي؟ وطعمه خطير وفي منتهى الجمال. شايفين يا جماعه؟ رشه بقى كده بقدونس على الوش لو حبيتي، او رشه شبت. وبكده نكون خلصنا احلى صوص رانش هتقدميه في حياتك. وبكده نكون خلصنا احلى ستريبس في الدنيا. شايفين طلعنا كميه قد ايه يا جماعه؟ ومقرمش معانا وخطير وفي منتهى الجمال. شايفين لونه عامل ازاي؟ واخد اللون الذهبي كده، وعمره ما هيطرى معاكي. يلا اعمليه بقى وقولي لي رايك فيه في التعليقات. شايفين يا جماعه مستويه من جوه عامله ازاي؟ خطير. يلا قدميه لولادك وبالهنا والشفا. لحد هنا يا جماعه نكون وصلنا لنهايه وصفه النهارده. لو عجبكم ستريبس الدجاج المقرمش وصوص الرانش الرهيب اللي عملناه مع بعض، ولو الوصفة عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايك وكومنت برأيك، وتكتبي لي في الكومنتات ايه الوصفة اللي حابين نعملها المرة الجاية. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير علشان بيفرق معايا جدا وعشان يوصلكم كل جديد. جربوا الطريقة دي في البيت واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبتكم، واستنوني فيديوهات تانية جامدة جدا الفترة الجاية. اشوفكم على خير. سلام عليكم.